فضائح الإمارات وإبستين لا تنتهي ولا يبدو أنها ستنتهي. تقريبا أكثر دولة عربية مسؤولينها ورجالتها وبعض المسؤولات فيها اللي مرتبطين بإبستين هي الإمارات العربية المتحدة لأسباب الحقيقة ما نعرفهاش، أو يمكن نعرفها بس هسيبها لخيالك. هند العويس مسؤولة إماراتية جديدة بيظهر اسمها في ملفات إبستين في 3 مليون وثيقة اللي أفرجت عنهم وزارة العدل الأمريكية. أكثر من 500 إيميل تقريبا ومراسلة، وأكثر من 500 مرة ذكر فيها أو ظهر فيها اسم هند العويس في مراسلات إبستين. القصة بتتلخص في علاقة خاصة جدا ما بين الاثنين. مين هند العويس؟ هي شخصية إماراتية، هي مسؤولة إماراتية، هي الدبلوماسية الإماراتية ومديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات، مستشار أول لرئيس دولة الإمارات في الأمم المتحدة، ومساعدة سابقة لوزير الخارجية الإماراتي. يعني هي دبلوماسية إماراتية من العيار الثقيل، أول امرأة إماراتية تعين في هذا المنصب في الأمم المتحدة في 2015 و2016، وكان الموضوع عامل يعني جدل كبير جدا وعامل احتفال كبير جدا في الإمارات إن هي دي اللي وصلت للمكان ده. لكن علاقتها بجيفري إيبستين كانت علاقة غريبة شوية. هنا لازم نقول حاجة مهمة جدا قبل الاستعراض. في إيميل معين كل الناس بتتداوله ما بين إبستين وما بين هند العويس، بيقول لها حاولوا تيجوا الساعة 11 عشان نقعد مع بعض وقت أكتر. فهي بتقول له بنت واحدة عشان تجهز ده صعب وبياخد وقت، ما بالك إنه بنتين اللي هيجهزوا، ده موضوع فيه تحدي كبير، غالبا هنيجي متأخر. الناس خدت الكلام ده إن هند العويس بتتاجر معاه في الفتيات وإنها بتجيب له مش بنت واحدة بنتين، والحقيقه ان السياق العام للايميلات ما كانش كده خالص، ولا كانت بتتاجر معاه في الجنس ولا بتبعت له بنات. هي كانت بتتكلم عن نفسها وعن اختها. هتقول لي يعني ايه ده مصيبه انت بتقولي؟ لا لا لا، مش في اللي انت فهمته، مش ان هي واختها رايحين له بالغرض اللي في دماغك، لا. هو في اجتماع ما بينهم، فهي بتقول له، هو بيقول لهم تعالوا بدري، فهي بتقول له لا، يعني لو بنت واحده بتجهز فده بياخد وقت، ما بالك لو بنتين، ده الموضوع في تحدي كبير وصعب ومش عارف ايه، فاحنا نيجي متاخر. فهي كانت بتتكلم بامانه شديده عن نفسها وعن اختها. طب ايه علاقة اصلا هند العويس واختها بجيفري إيبستين؟ ما هي دي قصة تانية حضرتك، وده الفضيحة اللي الناس بتتكلم فيها. مسؤولة إماراتية من 2011 عارفة ان إيبستين قبلها بسنتين في 2009 معترف على نفسه، وعارفة ان هو متورط وعنده جزيرة ومغتصب اطفال وبيتاجر في فتيات وحاجة صعبة جدا، فتعمل معاه علاقة شخصية قوية جدا وتروح له بيته تتعشى معاه، لا مرة سوشي، لا هي ما بتحبش اللحمة والفراخ هاتولها سمك. فليزلي جروف السكرتيرة بتاعت إيبستين تبعت لها وتقول لها هقابلك وهقول لك هاي، وبعدين تبعتوا لها بوكس دوناتس من محل معين، فهي تعجب جدا وتبعت لإيبستين قبولات وتحيات. ايميل تاني بتقول انها مفتقداه جدا وانها اخيرا بقت حره وتعالى عشان تشوفني. حاجة غريبة جدا وعلاقة مريبة جدا، دخلت لعلاقة عائلية وشخصية. لما أختها تعرضت لمشكلة في الطلاق فطلبت منه يساعدها، جاب لها محامي من المحامين المشاهير جدا في أمريكا في موضوع قضايا الطلاق والكلام ده، وساعدها لما كانت هتسيب الشغلانة بتاعتها، والله أعلم كانت بتكلموا على شغلانة الأمم المتحدة اللي الإمارات احتفت بيها ولا لا. هو قال لها أنه هيساعدها في موضوع الإقامة والورق والعمل، وسواء في أمريكا أو في الامارات. وكان في علاقه غريبه جدا ما بين إيبستين وما بين هند العويس. كان في كمان كلام عن مسؤول اماراتي، هي بتقول ان هو صاحب السمو. صاحب السمو ده مش عارفين عبد الله بن زايد، محمد بن زايد، ولا مين بالظبط، لكن لانها كانت مستشاره لوزير الخارجيه او مساعده لوزير الخارجيه، لكن في نفس الوقت هي مقربه من السلطات في الامارات. ففي ايميل هي بتقول له انه صاحب السمو استمتع باللقاء معاك. فنفهم من هنا ان إيبستين قابل يا اما محمد بن زايد يا اما عبد الله بن زايد في الفتره دي من 2011 وما بعدها. النقطه الثانيه، اتكلمت معاه في ترتيبات مؤتمر علمي في الامارات، لكن واضح ان الجماعه الاماراتيين مش بتوع علم والكلام ده، فيعني رفضوا القصه، ما كانوش حابينه. العلاقه ما بين هند العويس وما بين جيفري إيبستين بالشكل اللي قريناه في الايميلات، بعيدا بقى عن قصه الجنس اللي اتكلمنا فيها، بتقول كذا حاجه الحقيقه وبتوضح كذا مشكله. المشكله الاولى، مش كل اللي ورد في ملفات إيبستين اتورط معاه في الجزيرة. مش كل اللي ورد في ملفات إيبستين اتورط معاه في الطيارة وارتكب معاه جرائم، ده حقيقي. لكن الناس اللي ليها ارتباط بإيبستين بعد 2009 تحديدا، بعد ما عرفوا جرائمه، هي دي المصيبة. الناس دي كانت عارفة ومتأكدة ان ده راجل بيحاول يغسل سمعته، ان ده راجل مدان جنسيا، ان ده راجل ارتكب جرائم كبيرة جدا. وهذه سيدة إماراتية لها فيديوهات كثيرة تدافع فيها عن البنات الإماراتيات وعن البنات في العالم وعن حق المرأة وحق الطفل. فلما تعمل علاقة شخصية مع واحد مجرم زي ده،
دي نقطة عليها علامة استفهام. النقطة الثانية، إبستين هنا مع رئيس موانئ دبي عنده علاقة قوية جدا، ومع هند العويس عنده علاقة قوية جدا، قادر يوصل لعبد الله بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد. ده الحقيقة بيطرح ألف علامة استفهام عن فكرة اختراق الإمارات من قبل جيفري إبستين. علاقة الراجل ده بمسؤولين الإمارات، أكتر دولة عربية زي ما بقول لحضرتك مذكورة في إيميلات إبستين تقريبا هي الإمارات. النقطة اللي بعد كده، لما نفتكر لقائه مع إيهود باراك في 15 فبراير 2013 وهو بيتكلم إنه لازم نتحرك مع الإمارات اللي هي قيادة شابة وواثقة في نفسها وعندها تطلعات للفترة القادمة، وتربط ده بالتحضيرات اللي عملها مع إيهود باراك أيضا في قصة التطبيع مع الإمارات، وإنه فتح معاه الكلام ده في قصة الفوضى اللي معمولة. فهو هنا الراجل بيخترق قيادات الإمارات عن طريق ستات، عن طريق رجالة، عن طريق أي حاجة، وفي الاخر هو عرف يوصل بالامارات للي اسرائيل عايزاه واللي هو عايزه. احنا بنتكلم عن فضائح مستمره، لا اعتقد ان هند العويس هتكون الاخيره في المسؤولين الاماراتيين، هنكتشف مسؤولين اكثر واكثر، لانه واضح ان محمد بن زايد ورجالته وحشيته كانوا بايعين نفسهم للشيطان، والشيطان الحقيقه في ال30 سنه اللي فاتوا هو جيفري إبستين.